السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنتعلم ازاي نقدر نفتح الموبايل لو نسينا النقش أو كلمة المرور زي ما احنا شايفين كده، والطريقة دي تنفع للنقش وتنفع لكلمة المرور أو الباسورد، وطريقة سهلة جدا 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 وبدون فورمات أو رود. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة فضلا وليس أمرا برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد وحصري، وما تنساش اللايك لكي تدعم الفيديو، واكيد رأيك في خانة الكومنتات يهمني جدا جدا جدا. وياريت اللي يسيب نوع الموبايل بتاعه في خانة الكومنتات يسيبولي بالتفصيل ويكتب لي نوع الموبايل، وما يكتبش سامسونج او ريلمي او اوبو بس، لا يكتب لي نوع موبايله بالتفصيل والموديل بتاعه. اول حاجة هنبدأ نشوف القائمة دي. ادخل كلمة المرور بالشكل ده كده، وهيبدأ يطلب مني لو نقش الطريقة دي زي ما انا قلت للاتنين، للنقش والكلمة المرور. زي ما احنا شايفين كده هيبدأ في خانة تظهر عندي مكتوب اسمها مكالمة الطوارئ، هنبدأ نضغط عليها بالشكل ده. طبعا بعد ما هنخش مثلا على نكتب كلمة المرور او نعمل النقش هيجيب لي الطريقة خطأ، هنبدأ نخش على مكالمة الطوارئ بالشكل ده كده، وهنبدأ نكتب الكود ده، ولكن نكتبه بشكل صحيح ونكتبه بطريقة صحيحة، وما نكتبش رقم قبل رقم ولا نكتب رقم بعد رقم. اول حاجة هنبدأ نكتب شباك، وبشكر كل الناس اللي بتكتب لي كومنتات جميلة، بشكركم على التفاعل في الفيديو اللي فات، بشكركم جدا جدا جدا. هنبدأ نضغط على شباك 7 4 6 1. اهم حاجة لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، وما تنساش اللايك لكي تدعمنا، وما تنساش تقولي رأيك في خانة الكومنتات تحت، وما تنساش ايضا تكتب لي نوع موبايلك بالتفصيل في خانة الكومنتات تحت. هنضغط زي ما احنا شايفين كده شباك 7 4 6 1 4 3. وبالنسبة للناس اللي بتكتب لي نوع موبايلها سامسونج بس او اوبو بس، فده بيتأخر معايا لان حضرتك ما بتساعدنيش على اني اجيب لك الكود بشكل سريع. فياريت اللي يسيب لي نوع موبايله يسيب لي نوع موبايله بالتفصيل، فبالتالي بيسهل عليا ان انا اقدر اعمل عن نوع الموبايل فيديو بشكل سريع. 2. وبالنسبة للناس اللي بتقولي حضرتك بتتجاهل الرد بتاعنا، انا بقرا كل الكومنتات وبعمل لكم عليها كمان قلوب، ولكن بالنسبة للتجاهل انا عمري ما تجاهلت حد، واي حد بيكتب لي نوع موبايله بعمل له عنه فيديو، ولكن بتبقى الاولوية للناس اللي مشتركة في القناة ومفعلة زر الجرس وبتدعمنا بلايك، مش مجرد واحد يخش يكتب لي نوع موبايله. فبالتالي هبديه عن الناس اللي مشتركة في القناة، وهبديه عن الناس اللي متابعة القناة بشكل مستمر. فياريت اللي يكتب لي نوع موبايله يكتبولي بالتفصيل، زائد ان انت حضرتك بتبقى الاولوية زي ما انا قلت للناس اللي مشتركة في القناة ومفعلة زر الجرس بيوصلها اشعار اول ما الفيديو الجديد بينزل على طول. 4 1 2. ولو اول مرة تشوفني ايضا ما تنساش تخش تشوف الفيديوهات اللي فاتتك، لان فعلا في فيديوهات مهمة جدا 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 وهتفيدك بشكل كبير جدا جدا جدا، والطريقة دي بدون فورمات او روت. 2. وبشكر الناس اللي بتدعمنا بلايك، وبشكر الناس اللي بتكتب لي كومنتات جميلة. 2
7 1 7. اهم حاجة تكتب الكود بشكل صحيح، وما تكتبش رقم قبل رقم ولا تكتب رقم بعد رقم. 9 6 7 1 بالشكل ده كده. واحيانا الطريقة دي تشتغل من تاني مرة، يعني لو مشتغلتش مع حضرتك من اول مرة اتأكد بس ان الكود كتبته بشكل صحيح. ومن ناحية تانية لو مشتغلش من اول مرة هيشتغل معاك من تاني مرة عادي جدا، والطريقة دي مجربة وان شاء الله هتشتغل معاك بشكل سريع، وان شاء الله مش هتفقد اي صور او ملفات. ودي يعتبر اسهل طريقة قدرنا نوصل لها. 4 7 8 9 3 7 اهم حاجة تتأكد ان حضرتك كتبت الكود بشكل صحيح، وانا برضو بكتب الكود بالراحة علشان محدش يتلخبط، وعشان ما تكتبوش ارقام مكان ارقام، علشان في ناس قالت لي حضرتك بتكتب الكود بشكل سريع واحنا مبنلحقش نكتبه. لا، احنا بنكتبه بالراحة اهو علشان تقدر تكتبه بشكل صحيح، وعلشان ما تغلطش في الكود. والطريقة دي مجربة يا جماعة، والطريقة دي سهلة جدا جدا جدا، ويعتبر اسهل طريقة موجودة. والطريقة دي بأكد انها لبعض انواع الموبايلات مش لكل الموبايلات. فلو الكود ده مناسبش نوع الموبايل بتاع حضرتك بتسيب لي نوع الموبايل بتاعك، وان شاء الله هعمل عنه فيديو، ولكن الاولوية للناس المشتركة في القناة ومفعلة زر الجرس.